ارزقها بالحلال. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ احكي لكم موقف كده كان حصل لي من كام سنه، فتره اعدادي لسه. المهم ايه، كانت الدنيا نزلناها معايا قوي، كنت محتاج فلوس. المهم كنت قاعد انا وواحد صاحبي على القهوه، قلت له بقول لك ايه كذا بدون ذكر اسماء، تيجي ننزلوا ندوروا على شغل، نمسكوا خط البحر ده كده من اوله لاخره ونساله في الكافيهات والمطاعم. المهم صاحبنا ده قال لنا ماشي، وما كدبناش خبر، قمنا على طول من على القهوه على المشاريع طوال. بعد ما ركبنا رحت مطلع اجرتي انا بقى ايه، ورحت ماسكها في ايدي مستنيه يطلع الاجره عشان اخدها منه وادفع اتنين انا وهو. صاحبنا ده لابس الهاند فري وبقى في دنيا ثانيه، علم ان هو كان لابس الهاند فري وتليفونه كان فاصل. يقول لي كان بيسمع ايه، هقول لك ما اعرفش. كان معاه تليفون سامسونج جراند برايم ده انا فاكره. المهم ايه، فضلنا على كده عمال اقول له يا ابن الاجره يا ابن الاجره، هو مديني الطناش لحد ما السواق اتكلم وقال في اتنين ما دفعوش. مين اللي ما دفعش؟ السواق قال مين اللي ما دفعش. من هنا لقيت المشروع كله بيبص عليا. تقول لي ما بصوش على صاحبك ليه؟ هقول لك ما اعرفش. قلت له خد الاجره اهي يا اسطى، عطيته واحد واديته 2 جنيه. لقيت صاحبنا ده دماغه في قفاه وبيقول لي ما تدفع يا عم، انت نتن كده ليه؟ لقيت المشروع كله باصص لي وعمال يقول لي ما تدفع بقى وتبطل نتان. انا لقيت جسمي سخن وداني احمرت من كتر الكسوف اللي كنت فيه ده، كانت بترعش. المهم رحت مطلع 5 جنيه من جيبي ورحت دفعت. ولا ده بقى بالذات في حاجه غريبه، بيسحر لك وبيحرجك بالكلام بحيث ان انت اللي تدفع، ان انت لو ما دفعتش يحرجك ويخليك انت اللي غلطان. عيل نرجسي قوي علينا. بعد ما نزلنا من المشروع رحنا محطه الرمل وفضلنا ندور. ايه الاسد طلع من الغابه ازاي؟ ده لسه رابطه قبل ما امشي. المهم مطعم من المطاعم اللي سالنا فيها كان عايز ناس وطلع من نصيبي. دخلت كلمت صاحب المطعم، هقول لكم على اسم المطعم ده في اخر الفيديو. كان بيقول لي انه عايز شهاده ميلاد وصوره بطاقه. بالمناسبه يعني المطعم ده بتاع 2 اخوات، فيهم واحد اللي كنت بتكلم معاه ده والتاني ما كانش موجود. وما اقولكوش على كميه التكبر اللي موجوده في الراجل ده، انه نازل من السما ومفيش غيره. ثانيه هدى عليه وجاي. يا رب يا رب يا رب. ولولا ان انا كنت محتاج الشغلانه وكان فلوسها حلوه قوي الصراحه في وقتها. اليوميه 60 جنيه، ومن الشغل من 12 بالليل ل 8 الصبح. طبعا هتقولي 60 جنيه حاجه، اقول لكم كانت ساعتها 60 جنيه حاجه. كنت قبلها شغال شغلانه ب 25 جنيه، كان بالنسبه لي ال 60 جنيه دي حلو. المهم ايه، صاحبنا اللي واقف بره ده لاني غيبت قوي جوه فقعد ينادي عليا. خلصت مع الراجل وطلعت لقيته بيقول لي ها عملت ايه؟ قلت له على كل اللي حصل. قال لي خليك واقف بره ثانيه وجاي لك. ودخل المطعم وسمعته بيقول لي صاحب المطعم ابن خالتي اللي واقف بره ده مش هينفع يجي بكره، انا هنزل مكانه. صاحب المطعم نادى عليا ورحت دخلت وقال لي اللي هيجي النهارده الساعه 12 بالليل هو اللي هيشتغل. طلعنا من المطعم وهو مقهور يعني ان الشغلانه دي جات لي. مش فاهم انا ده كان صاحبي ده ولا عدو. ده رايح حمو بيك ربكم ما يزنى بميزه. المهم بقى طول ما احنا ماشيين في السكه ومروحين عمال يزن على دماغي، يوسف سيب لي الشغلانه دي، انا محتاجها قوي يا يوسف، انا محتاج اكتر منك يا يوسف، امي تعبانه يا يوسف، انا ابويا قاعد من الشغل يا يوسف، اسطوانه دي. المهم في الاخر بعد ما وصلنا مشاريع المنشيه ومروحين لقيته بيقول لي هات 5 جنيه. قلت له لا مش هديلك. قال لي بقول لك ايه، خد بعضك وامشي ما تمشيش معايا. قلت له خلاص براحتك. واخد بعضي ورحت ماشي. رحت راكب المشروع ورحت مروح البيت، جهزت كل حاجه عشان كنت هنزل الساعه 12 بالليل الشغل. ما تنساش بقى اللايك والاشتراك والشير واستنى الجزء الثاني. بالمناسبه اسم المطعم هتلاقوه ظاهر على الشاشه.